هلا حبايب المشاهدين، اليوم جولتنا أكيد في آيس كريم وحلويات الإيطالي. تعالوا نتعرف على الإيطالي، خليكم ويانا. اهلا وسهلا بكم زبائننا الكرام في ايس كريم وحلويات الايطالي. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، ويانا مدير ومرطبات وحلويات الإيطالي اللي راح يتحدث لنا عن أسرار النجاح والشهرة لمرطبات الإيطالي، بحيث مكان صار ترتاده كل العوائل، وذلك نقطة دالة في قضاء الشاطر. أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وياكم مهند مدير مرطبات وحلويات الايطالي. طبعا الايطالي يقدم اجواء عائليه هادئه وملائمه للعائله الشطريه. الايطالي جميع انواع الايس كريم من المواد الايطاليه والنكهات الايطاليه المعروفه بجودتها عالميا. ايضا لدينا جميع العصائر الطازجه والمشروبات البارده الاخرى. لدينا الكيك بانواعه كالكيك بالحليب والكيك براوني والقوالب الكيك والتشيز كيك. نقدم أيضا المشروبات الساخنة كالقهوة بأنواعها اسبرسو والقهوة العربية والقهوة التركية والشوكليتية والكابتشينو. تمام. في الإيطالي نحرص على المحافظة على نوعية منتجاتنا ونعمل على تطوير عملنا نحو الأفضل. نراعي جميع الشروط الصحية أثناء مراحل تحضير منتجاتنا، من عمليات التعقيم المستمر في جميع مراحل الإنتاج، كذلك إجراء البسترة على الحليب. زبائننا الكرام نعتز بثقتكم ونعمل دائما على رضاكم. زبائننا الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب في آيس كريم وحلويات الإيطالي ذي قار الشطرة تقاطع الإيطالي. كاشير احمد في ايس كريم وحلويات الايطالي. اهلا وسهلا زبائننا الكرام. كاشير أمجد مسؤول عن خدمة توصيل الطلبات في آيس كريم وحلويات الإيطالي. أحرص على استلام وتسليم الطلبات بالوقت القياسي.
كابتن حسين، أعمل في آيس كريم وحلويات الإيطالي، نقدم خدماتنا للزبائن الكرام. حياكم الله وأهلا وسهلا. كابتن منتظر في آيس كريم وحلويات الإيطالي قسم العوائل. أهلا وسهلا بكل عوائلنا الكرام. إذا حبايبي المشاهدين خلينا نتعرف على هاي العائلة الجميلة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا عيني، اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ حياك الله الاخ يا مرحبا. شنو اليوم مناسبة القعدة الجميلة هاي؟ والله نترفه احنا والعائله الكريمه ونغير اجواء. طبعا. والحمد لله والشكر، تشرفنا بكم كلنا. زين انت موظف كاسب؟ والله انا محامي. ها تشرفنا. زوجتي يعني معاون قضائي، يعني اليوم المحكمه هنا. حلو جميل جدا. عندنا سؤال عن عيد الغدير، وان شاء الله اذا فزت ويانا تربح. ان شاء الله. جاهز؟ الموالين، وطبعا هاي مناسباتنا ان شاء الله. سؤال طبعا بسيط. شيء اكيد. طبعا شيء اكيد. سؤالنا حيكون كم عدد الصحابة الموالين لهذه المناسبة؟ مناسبة عيد الغدير، الموالين والحقيقيين أصحاب الإمام علي سلام الله. صحيح. يعني ما يتجاوز عددهم 110 أو 120 أعتقد. يعني جواب 120 أعتقد. 120 مثبت؟ 120 نعم 120. 120 صحابي موالين لهذه المناسبة، المؤيدين للخلافة. نعم، وفزت ويانا بهاي السؤال، وإن شاء الله مرطبات لإيطاليا راح يفوزك أو ينطيك الهدية. شكرا جزيلا. شكرا. هسه خليه نشوف شنو حظك حيكون ويانا. اسحب واحد. وفزت ويانا من ميكس سوفت إيطالي. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، ربحت العائلة الجميلة ويانا ميكس سوفت من الإيطالي. شكرا جزيلا. شكرا هذه المبادرة الجميلة. تمام. نشكر الإيطالي مرطبات الإيطالي، وشكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا جزيلا لك. إذا حبايبي المشاهدين خلينا وياكم نتعرف على عائلة أخرى ابقوا ويانا. حبايبي المشاهدين ويانا عائلة خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. احكي لنا اليوم الطلعة شنو مناسبتها؟ صار لنا بنوتات وياك. ناجحات الاوائل اثنيناتهم ما شاء الله. والشكر. ما شاء الله. اليوم يبدأ طلعتها عادي اليوم. طبعا يدلنا شيء اكيد. اي حقا شابه. طبعا شيء اكيد. شلونك حبيبي؟ زين. يا صف رحتي؟ سادس. ما شاء الله شطورة حبيبتي. شنو اسمك؟ زنوبة. يقولون زنوبة وكحة بالبيت، صحيح لو لا؟ صدق؟ هاي باعوا؟ صحيح. طبعا. زين زنوبة، شنو أمنيتك من تكبرين أو يعني تخلصين دراسة؟ دكتورة أسنان؟ إن شاء الله تصيرين. لا زال شباعي. هي عندها طموح إن شاء الله إنه تكون على قد الطموح إن شاء الله. عندنا سؤال وجواب. إذا حابين جاهزين إنه نسألكم. تمام. ماذا قال النبي عند مبايعة الإمام علي في يوم الغدير؟ ماذا قال النبي؟ نعم. أنا كنت مولاه فعلي مولاه. مبروك، جوابك كان جدا صحيح، وربحت ويانا من الإيطالي على طبق، وإن شاء الله ستجي جائزة. إذا مشاهدينا الكرام، فازت ويانا العائلة من طبق مقدم من آيس كريم وحلويات الإيطالي، فكونوا معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. إذا حبايبي المشاهدين خلينا نشوف القرعة شنو راح تكون إلهم. يلا واحدة من البنوتة تسحب على مود نشوف. خلينا نشوف شنو فازت ويانا العائلة طبق آيس كريم مقدم من
آيس كريم وحلويات الإيطالي. ألف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام خلينا وياكم ننتقل إلى عائلة أخرى. إذا حبايبنا المشاهدين ويانا عائلة خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ الله يسلمك. احكي لنا عن خدمات الإيطال وشلون شفتوا هذا المكان؟ خدمات روعة ما شاء الله، مكان كلش حلو، دائما احنا نتردد عليه هذا المكان، موجود بالبرنامج. زين، أنت موظف كاسب؟ لا كاسب. زين، دائما تجون هذا المكانات؟ يعني بين فترة وفترة تقريبا. زين. حلو انه تطلع عائلتك ترفع عن نفسها شويه، تعرف ضغوط العائله وكذا، والايام يعني هاي تركض ركض لازم احنا شنو نستمتع. هي فرصة شوية واحد غير جو من البيت والمشاغل صحيح صحيح صحيح. اشياء نطلع فيها نحن. شيء اكيد. عندنا سؤال وجواب ان شاء الله، اذا ربحت ويانا بالسؤال نقدم لكم جائزه. السؤال يقول: لماذا سمي عيد الغدير بهذا الاسم؟ عيد الغدير ليش سميناه بهذا الاسم؟ غدير خم يعني هو في المكان اللي صارت يعني جوابك انه على نفس المكان اللي بايع به صارت به المبايعه. المبايعة صارت به هو المكان نفسه، غدير خم. إذا جوابك صحيح وإن شاء الله ربحت ويانا من آيس كريم مرطبات الإيطالي. والله وديت مليونين بك. إذا مشاهدينا الكرام ربحت ويانا العائلة، وأكيد خلينا نشوف القرعة شنو راح تقدم لهم. اسحب عمو على ما نشوف. مبروك ويانا فزت كريب إيطالي مقدم من آيس كريم وحلويات الإيطالي. شكرا جزيلا على الاستضافة الحلوة إن شاء الله. الله يسلمك. إذا أحبتي المشاهدين مثل ما شفنا العائلة الجميلة فازت ويانا من الإيطالي، خلينا ننتقل إلى عائلة أخرى أبو ويانا. شكرا جزيلا عين. الله يسلمك. الله يخليك. حبايب المشاهدين ويانا عائلة خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ مرحبا. شنو اليوم سبب زيارتكم لإيطالي؟ والله يعني احنا دائما نجي لنا ناخذ العائلة، يعني ترفيهية شغلة عن نفس وطلع العائلة كلش حلوة، وهم يعني الحمد لله يعني ترتيبهم كلش لطيف. خدمات الإيطالي احكينا عليها شلون؟ كلش جيدة، خدمات جيدة، واللي ناس براقين جدا، الله يحفظهم. عندنا سؤال وجواب ان شاء الله. اذا ربحت ويانا بالسؤال تكون راضي عننا. عمو، يا يوم يصادف عيد الغدير؟ يوم 18 ذو الحجة. جوابك شيء اكيد صحيح. شكرا جزيلا لك وربحت ويانا من ايطاليا. شكرا، ممنون لكم جدا. اذا حبايب المشاهدين العائله ربحت ويانا، وان شاء الله كل العوائل ربحوا ويانا فابقوا ويانا. السلام عليكم. السلام خير وسهلا هلا وسهلا. عيني والله الايطالي ادوار العشاء تطلع تتونس وترفيه العوائل. البنات يعني دائما يجون لهذا المطعم؟ دائما نجي، هنا مكان حلو نرتاح فيه هنا. عندنا سؤال وجواب وان شاء الله اذا فزتوا تربحون لنا جائزه ان شاء الله. السؤال يقول: كم يوم استمرت بيعة الغدير؟ 3 أيام. جوابك صحيح. اذا مشاهدينا الكرام ربح ويانا الاخ شنو اسمه؟ سجاد جبار.
مشاهدينا الكرام خلينا نتعرف على البنوتات الجميلات. السلام عليكم. شلونكن؟ شنو اسمك؟ فاطمة. شنو اسمك؟ قلبي. شنو اسمك؟ اليوم جايين الإيطالي، شنو هاي الدعوة الرسمية مثلا؟ ايش عندكم اجتماعات بما انه انتم بنوتات؟ فاحكوا لي. يعني شفنا شنو زين. حبيبي اجيتوا على مودي؟ قلبي شكرا جزيلا. زين احكوا لي انتم مدارس؟ ايه. وانت ياسر؟ الثاني. وانتي؟ انا رحت للاول. زين ان شاء الله بالتوفيق. عندنا سؤال واذا جاوبتوا عليه راح تربحون. سؤالنا يقول لماذا سمي عيد الغدير بهذا الاسم؟ ليش؟ من يجاوبني؟ رفع ايدي الامام حديث ذلك السنه. هو جوابش مقارب. زين منو تعرف؟ اغير لكم السؤال لو اعيده؟ زين بما انه انتم مدارس تمام، عندنا سؤال يقول يا يوم يتم بيعة الغدير، يا يوم يصادف؟ يوم 18 بالشهر السادس. انتي؟ 18 بالشهر السادس. مو شهر بعد الحجة. اوكي، فزتوا ويانا من مرتبات الايطالي. تمام، شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدينا الكرام فازن ويانا البنوتات بطبق من الايطالي. خليكم ويانا هسه. خلينا كيف تختاري؟ لا قلبي لا شنو؟ هاي عددكم مقدمه. اوكي. طبق الزنود الست. اذا فازت ويانا البنوتات الجميلات طبق زنود الست من مطعم او ايس كريم الايطالي. خليكم ويانا.